تعرف ان كل الادوات دي انت بتستخدم فيها الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج وداتا ساينس بشكل مستمر وانت مش واخد بالك. خليني اقول لك ازاي. الذكاء الاصطناعي اني اخلي الكمبيوتر يفكر، اخليه يتخذ قرار، اخليه يشارك البشر في العمليه اللي بيقوم بيها العقل البشري وهو التفكير. الذكاء الاصطناعي مش ان الكمبيوتر مجرد ينفذ الاوامر، ولكن ان هو يتخذ قرار مناسب في الوقت المناسب. زي ما العلماء عرفوا يعملوا السيلف درايفنج كار، زي ما عملوا الريكومنديشن سيستم، زي ما عملوا الايفالويشن ميثودز، زي ما عملوا كتير من ادوات الذكاء الاصطناعي المستخدمه في كل مكان. الكورس ده هيتعلم فيه كل حاجة انت محتاجها في أسس وفي معلومات وفي كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي. هنعرف يعني ايه ذكاء اصطناعي، يعني ايه ماشين ليرنينج، يعني ايه داتا ساينس. هنفهم الريجريشن، الكلاسيفيكيشن، الكلاسترنج، النيورال نتورك. هنتعرف على خطوات الداتا بروسيسنج، الفيتشر انجينيرنج، الفيتشر اكستراكشن، الفيتشر سيلكشن، وازاي هنطبق ده بشكل عملي وبشكل متكامل في الكورس بتاعنا. أول ما تخلص الكورس بتاعنا هيكون عندك المقدرة إنك تفهم أسس الذكاء الاصطناعي، هيكون عندك المقدرة إنك تمسك أحد الفروع الدقيقة فيه وإنك تتخصص فيها بشكل مناسب وبشكل دقيق.